رباب إبراهيم مصممة أفيشات، وكانت صحفية ناجحة واشتغلت في مجال العلاقات العامة ونجحت برضو في هذا المجال. هي متعددة المواهب. الحقيقة رباب بتصمم الأفيشات بطريقة راقية جدا لمعظم الأعمال الفنية. تعالوا نشوف كده كانت بداياتها ازاي. أهلا بيك يا رباب. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ نقول بقى رباب إبراهيم مصممة الأفيشات ولا خبيرة العلاقات العامة ولا ولا الصحفية؟ الصحفية السابقة ولا ايه بالظبط؟ بصي، انا بحب الصحافه اكتر. بس انا لما تعبت ما كملتش فيها، لقيت نفسي في العلاقات العامه اكتر وفي الدعايه والحاجات دي اكتر. في مجال الدعاية وتصميم أكتر. الإعلانات. في تصميم افيشات للافلام وحاجات اعلانات دخلتي المجال تجاريه. ده ازاي بدأتي؟ هو بدأ من وانا عيله صغيره خالص. كنت بروح جريدة الاهرام احضر في مجله الشباب الندوات. كنت بحضر ندوات لعمرو دياب وبتاع، ده كان علاقتي بيه. بعدين حبيت المجال نفسه. اتعرفت على الناس ان انا اشتغل فيه، وبابايا هو اللي ساعدني في ده بصراحه، ان انا اشتغل في الاهرام. دايما الاب لما بيشجع بنته في اي مجال من المجالات اكيد بتحقق نجاح، وده دور الاهل مهم جدا. هما اتنين عندي، لو انا اعتبر نافعه في حاجه في الحياه يبقى عشان بابايا ومامتي بيدعوا لي. يعني مامتي اكتر حد بيقعد يدعي لي طول الوقت، هو انا نافعه في الدنيا طبعا عشان كده. دعاء الام والاب مفيش اي حاجه تعوضه في الدنيا. وبعدين بس فقعدت حوالي 7 سنين في الاهرام. ما عرفتش اتعين. بعد 7 سنين حسيت ان انا كده كاني بضيع عمري في المنطق 7 سنين، فمشيت. اشتغلت في جريدة الدستور سنة 2004 أول ما فتحت تاني مرة. قعدت فيها فترة. وانا هناك حظي كان كويس، كنت بعمل تغطية للأفلام في العروض الخاصة، اشتغلت كمذيعة فيها. قعدوا لي وشك حلو على الكاميرا، كملي. متعددة المواهب. اشتغلتي مذيعة، اوعي تنافسينا بقى. لا لا طبعا اهلا بيك. وبعدين واشتغلت في مجال اعداد البرامج. يعني قعدت فترة كبيرة فيها مع ليا زمايل. جميل، ده كله بيديكي خبرة. لكن هي مجالات مختلفة، لقيتي نفسك في ايه؟ علشان انا عارفة ان الواحد لما بيحب مجال معين بيتوقف عنده، بيحاول مرة واثنين وثلاثة. يعني انت بتقولي سبتي الصحافة بعد فترة، لكن انت لو حابة مجال الصحافة كنت برضه هتحاولي بإصرار مهما قابلتك من عقبات. انا حاولت، بس انا رجعت لها بطريقة تانية. يعني انا الحمد لله بعد ما بقى عندي شركة خاصة بيا في مجال الدعاية، الحمد لله عملت موقع خاص بي، يعني اسمه دوشة فن. دوشة فن، انت اللي اخترتي اسم الموقع ده دوشة فن. ليه دوشة؟ ليه الفن دوشة؟ مع مش بصي، كنت حابة نلاقي اسم سهل وقريب من الشباب جدا. جميل. هو اسم لطيف يشد يعني الحمد لله. وانا معظم اللي يعني بيشتغل معايا في الشركة عندي 2. اول ما ابتديت ما كانش عندي حد خالص، اكتر 2 اخويا ايهاب وهاني. دايما الناس تقولي ان هم دول العكاز بتاعي في الدنيا اللي بمشي بيهم. بقيت الشباب اللي عندي كلهم معظمهم عرفتهم من على الفيسبوك. سنهم صغير جدا، اقل من 25 سنه وفي 21 سنه. ده كله في الشركه اللي انشاتيها للدعايه والتصميمات. لكن لسه كنا بنتكلم في مجال التنميه البشريه يا رباب عن التخطيط الجيد لانشاء اي مشروع او لعمل اي مشروع، ودراسه الجدوى ومدى نجاحه وهكذا. ده عملتيه ولا بموهبتك كده وتوكلتي على الله وفتحتي المكتب؟ انا ماشيه في الدنيا كده حسب ما ربنا بيمشيني. بس انا كان حظي حلو، انا ماليش في التخطيط. بعترف ان انا لو موهوبه وناجحه في شغلتي، انا فاشله في جزئيه التخطيط المالي ودراسه الجدوى. اما جيت اعمل ده، بس انا ما كانش عندي خبره في المجال ده برضه. لا، ما استعنتش بحد. يعني هقول لك حاجه، انا ما كانش عندي الماديات اللي تخليني افتح شركه. انا في النهايه لسه كنت برضو عيله، ولا رحت ولا جيت لسه ما عنديش الامكانيات دي. حظي اتعرفت على ريتشارد الحاج منتج. هو حد لطيف جدا، هو بيؤمن، عنده ايمان مع كل الناس. انت حد عندك موهبه لكن ما عندكيش الامكانيات الماديه اللي تساعدك على هو كان لطيف صراحه. هو عمل الشركه، دخلني شريكه فيها وساب لي الاداره وكل حاجه. لكن الماليات كانت هو. اسلوب فن الاداره كان عليكي. هو نجحتي؟ مش عارفه، بس هم بيقولوا لي الحمد لله. ايه اهم الافيشات بقى اللي قمتي بتصميمها؟ عرفينا كده. بصي، انا اول ما دخلت المجال ده انا ما كنتش هعمل افيشات. انا كنت هشتغل في جزئيه كنت بشتغلها يعني مع المنتج كامل ابو علي، دعايه الافلام في جزئيه الصحافه، الحوارات بتاعه الفنانين ازاي، الاعلان اللي هينزل في الجورنال، الاعلان اللي رايح التلفزيون. كان ده شغلي، حاجات بسيطه جوه شركته في مجال العلاقات العامه. بعد فتره انا حسيت ان انا ما عنديش حاجه اقدر اديها له. فانفصلت عنه ورحت عملت الشركه دي. جيت فجاه هو بيعاملني ان انا كاني بنته، انا بحبه جدا.
وبعترف ان هو ليه الفضل الاول ان انا اعمل افيش، ان جيت في يوم لقيته بيقول لي فيلم باشمهندس حسن هتقعدي تعملي الافيش بتاعه. كويس. طبعا انا ولا عارفه اي افيش حاجه. فيلم سينمائي. طب وطبعا انت لما تيجي تعملي افيش فيلم سينمائي، ايه الخطوات اللي بتاخديها؟ ما انت لازم تعرفي القصه والحوار ما انا ده والهدف بالنسبه من لي الفيلم سهل. ممكن وقصته. اقرا السيناريو، تقعدي مع المخرج تفهمي فيه ايه. بس في ناس احنا بتعرف شايفين اهو على الشاشه يعني. افيش منهم خاص بيكي برضه يا لا رباب. دي حاجات لا في ده الشركه انا بس ده بعمل. سمية دي سمية الخشاب. الخشاب. انا لان بعمل دعايه خاصه بالافراد، مم. يعني خاصه بالفنانات او ممثل او ممثله دعايته ايه هي، بنعمله تخطيط خطه اعلاميه ليه دعايته بتمشي ازاي كويس بره أوي. الافلام، ما يعني جزء تاني منفصل. ده بيخليكي في احتكاك مباشر مع مع الفنانين. الممثلين طول وانا الوقت. عارفه ممكن الفنانه مثلا عملت لها افيش معين ما يعجبهاش، بيكون موقفك ايه؟ دي عايزه ما دبلوماسيه كل واحد ليه في مود التعامل. غير التاني. تعملي ايه بقى؟ بصي هو انا اول حاجتين دايما اتفق عليهم مع الفنان، ان انا لما بعمل معاك عقد اعمل لك اي حاجه في الدعايه ما عدا الاضرار بالغير، ما تدخلش في اي صراعات ماليش علاقه طب بيها. عملتي ايه في افيش سميه الخشاب؟ لا سميه ما اتعاملش معاها في بوستر، كانت غاده عبد الرازق اللي عملت لها بوستر مسلسل البطنيه. كويس. كانت فرحانه بيه؟ كان حلو جدا، انا كانش ليها مبسوطه بيه. ملحوظات؟ هي كانت دايما بتشجعني وتقول ان انا موهوبه بعمل شغل حلو. رحت صورتها في البيت انا وهاني، وما كانش اللي هو يعني جبنا وحده التصوير وكل حاجه في بيتها، صورناها وعملنا الافيش ورحنا وريناه لها. هي ما قالتش اي حاجه، قالت لي حلو عايزاه ينزل كده، يعني ما عدلتش حاجه. كويس قوي. لكن بالنسبه لدوشه فن، الموقع اللي عملتيه على الانترنت كان واقع ايه واستفدتي منه ايه؟ والشباب اللي كانوا معاكي يعني، انا طلعت يا ريت تقولي لنا عن تاثير الموقع. بقى له حوالي شهرين. اول شهر طلعته كتبت عليه بس تجريبي. انا حتى الان ما ابتديتش اعمل له دعايه اقول ان انا عندي موقع، بس بعد فتره لا انا اتصدمت فيه. ليه؟ يعني لا لقيت فجاه على الفيسبوك شباب كتير عماله تدخل، وزمايلي الصحفيين كلهم، لان انا يعني سهل اعمل علاقه وتواصل معاهم. كلهم قالوا ان تصميمه مختلف غير المواقع التقليديه. فده بسطني جدا، وابتديت بعد كده اظبط الماده التحريريه نفسها. وبعد فتره خليت زميل محمود فوزي عندنا هو بقى شايل الموضوع ده، عشان اقدر انا اشوف شغلي في افيشاتي وفي الشركه، وبقيت اكتب معاكي دلوقتي. كان افيش عايزه توريه لنا لا برضه؟ ده انا بحبه لان ده اول افيش يا ريت انا لو عملته الكاميرا في تقرب كده حياتي. نعمل زوم ان. ايوه خليكي فرداه كده. ممكن المخرجه ثانيه تجيب لنا الافيش ده، لطيف جدا برضه. ده كان الاستاذه منال الصيفي، دي اول افيش عملته انا بحبه لان دي اول حاجه عملتها. ودي وده اخر حاجه انا شغاله فيها مع مدام مريان خوري، بانوراما الفيلم الاوروبي. جميل جدا. فانا سعيده لان انا معظم الناس اللي اشتغلت معاها تعتبر اسماء كبيره وكده، مش بسهوله ان هم يدوكي الامان ان انت تعملي افيش فيلم او حاجه، لان هو ده اللي هيبيع. ما بتستعينيش بطلبه من كليه الفنون الجميله او خريجي الفنون الجميله لما بتيجي تصممي بعض التصميمات؟ بصي انا الاول في الشركه كنت مثلا ممكن اقعد اقول لهم ايه، انا عندي فكره كذا، ممكن انا مش دارسه ده. يعني ودايما حتى كانوا بيقولوا لي في الصحافه انت مش دارسه اعلام، انا كنت خدمه اجتماعيه. فكان لما حد بيقول لي اقول له طب ما ابراهيم نافع نفسه محامي، بس هو موهوب في ده. المهم الموهبه كده. بس فكنت الاول في الشركه اقول لهم انا عندي فكره كذا، واقعد جنب حد على الجهاز ننفذها سوا. يعني بتحاولي كنت تثقلي الموهبه بالدراسه برضو؟ بس لا ما درستش عشان اكون صريحه. بس بعد كده من يعني انا بعتبر الناس اللي بتشتغل معايا ربنا رزقني بيهم. دي حاجه من نعم ربنا اداهالي. عمرو ده حد موهوب جدا. عمرو اللي هو ايه، ممكن في الاخر ايه، انت مش محتاجه ان انت تقعدي تقولي له عمرو انا عايزه نعمل كذا، انت بس بتقولي له فجاه تلاقيه هو بيعمل حاجات تانية. فنان على طول بيفهم. موهوب. جميل جدا. لكن عايزاكي يا رباب تقولي لي بقى في النهايه، انت اشتغلتي في كذا مجال مختلفين او في احيانا بينهم انسجام، لكن بتلاقي نفسك في حاجه وليكي طموح معين عايزه تحققيه. انا نفسي في 2 بالنسبه لي مثل اعلى انا بحبهم، مدام اسعاد يونس ومدام مريان خوري. يعني انا بقالي شغل يعني معاها الاسبوع ده بالذات، انا يعني عشان بانوراما انا كل يوم معاها. فحبيتها وحبيت طريقتها في انك كل حاجه لازم تطلع مظبوطه، ما فيش احتمالات. النقطه اللي تتحط على السطر دي لازم تبقى مظبوطه، ايه فايدتها صح ولا غلط. دي انا اتعلمت منها. نفسي ابقى زي دول. تبقي مشهوره في مش مجال مشهوره، تصميمات الافيشات. ابقى في مجال الافيشات، وبحب انا بعشق السينما.
شكلك كده هتمثلي كمان. لا، ما مش حابه التمثيل، ما بحبش التمثيل، ما مش بلاقيش، حابة انا مش، المجال. لا مش لاقيه نفسي فيه. يعني قالوا لي ده بس انا مش لاقياني فيه. ابقى منتجه مش ابقى ممثله. ان شاء الله منتجه، بس لازم معاكي فلوس كتيره قوي يا رباب. ان شاء الله تحققي كل احلامك ان شاء الله. وتنجحي في كل المجالات اللي تخوضيها. وفي النهايه برضو الانسان بيتوقف عند مجال معين يحبه قوي، يحقق اروع النجاحات فيه. بتمنى لك كل النجاح على يا ذوقك رباب. جدا، ميرسي جدا. شكرا ليكي حبيبتي. بنلتقي لفقره تانية، بس برضو بفكركم بشيف حكيم لسه معانا بيحضر كفته السي فود، مش عارفين هيعملها ازاي، لكن حالا هنروح كده معرض الاسر المنتجه ونتعرف على اهم المعروضات الجميله، جوده عاليه واسعار معقوله في معارض الاسر المنتجه. تعالوا ناخد جوله سريعه كده وارجعوا لنا تاني.